صاحبتي ايه اللي انت عملتيه ده؟ ايه؟ احنا هنستعبط؟ انت مش عارفه ان الموضوع اللي انت نشرتيه ده في منتهى الخطوره واللي ممكن يضرني ويعرض حياه ناس كتير جدا للخطر؟ اولا دي شغلتي وموضوع وصلت له بمجهودي ومعلهوش حظر نشر. ثانيا هو انت مالك اصلا تتضر ليه؟ انت قلت لي حاجه؟ وبعدين انا استنيتك امبارح وانت ولا جيت ولا حتى فكرت تتصل تعتذر. انت بقى هتقلبي الترابيزه وتخلي الموضوع لصالحك مش كده؟ انا صحفيه وائل باشا وشغلتي ان انشر الاخبار اللي تهم الناس. لو في اي حساسيه في نشر موضوع زي ده ابقوا اعلنوا ده بوضوح وانا هلتزم بالتعليمات. طب خلاص انا اسف يا ست اني ما جيتش امبارح. بس اصل احنا كلنا كنا شغالين في الجهاز وما روحناش. بصراحه ما عرفتش اكلمك لاني تقريبا ما خرجتش من مكتبي من امبارح. وبعدين بقى بصراحه الحمد لله ان احنا ما اتقابلناش، لان لو كنت قابلتك كان ممكن حد يقول ان انا اللي مسرب الخبر. ما تبقاش تخاف قوي كده. مش وائل اللي خاف يا قطه. بص بعد كده لو في حاجه مش عايزني انشرها ابقى اديني اي اخبار تانية قصادها. ماشي اتفقنا. طبعا انت ما اكلتيش حاجه من امبارح ها؟ ليه؟ مستنياك تاكلني؟ انا بقى كلاب بطني بتهوهو ومش قادر امسك نفسي. بصي او اسمعي او سامعه او يا مجنونه. ادخل. مش موجودة في البيت سعادتك. كلمتها على الموبايل؟ كتير قوي يا باشا ما بتردش، وبعدين سألنا عنها في الجامعة قالوا لسه ماشية من شوية. طب كويس، يعني كانت في الجامعة؟ ايوه يا باشا. طيب شوية كده وحاول تكلمها تاني، ولو ما ردتش هبعدي عليها انا في البيت. نشوفه يا باشا. سيب باشا لا مؤاخذة، يعني في حد بره عايز يقابل سعادتك. مين؟ زبونة. اي زبونة عايزة ايه يعني؟ قابلها يا باشا وانت تعرف. طيب خليها تخش. ماشي يا باشا. اتفضل يا استاذة. مساء الخير. مساء النور. انا حلا الست. عارف حضرتك طبعا. اتفضلي. شكرا. انا حاولت اقابل حضرتك كذا مرة عشان اشكرك، بس انت كنت بتبقى واقف مع ناس معرفتش اكلمك. تشكرين على ايه بس يا مدام؟ اي حد مكاني كان هيعمل كده واكتر. بس حضرتك يعني ايه؟ ما بشوفش؟ لا مش قصدي ان حضرتك يعني حطيت نفسك في مشكلة وهو كان ممكن يأذيك. ربنا بقى ينتقم منه. لا ما تقلقيش، ما كانش ممكن يأذيني ولا حاجة. ان شاء الله بس ما تتعرضيش للموقف ده تاني. بس اللي انا متأكدة منه ان هو عمره ما هيجي هنا تاني. خلاص خليكي هنا على طول. انا كنت عايزة اطلب من حضرتك طلب بس خايفة، قصدي يعني خايفة تكسفني. واكسفك ليه؟ انا تحت امرك في اي خناقة. لا انا كنت عايزة اعمل عيد ميلاد بنتي هنا كمان 5 ايام. فريدة؟ ايوه. طيب المكان تحت امرك. شكري. فندم يا باشا. مدام حلا هتعمل عيد ميلاد بنتها هنا، شوف طلباتها ايه واي طلب مخصوص تنفذه فورا. تؤمر يا باشا. شكرا. بس مهم جدا ان حضرتك تكون موجود. انا؟ ما تخافش، مش هخليك تضرب حد تاني ولا حاجة، بس هي دي الحاجة الوحيدة اللي هتخليني احس ان انا شكرتك فعلا. والله مش عارف اقول لحضرتك ايه، يعني انا ساعات كتير ما ببقاش موجود هنا. مش يعني انت قلت لي ان انا ليا طلبات مخصوصة وهتنفذها؟ هو ده طلبي الوحيد. ماشي، ربنا يسهل ان شاء الله. ازيك يا سيف؟ عايزه ايه؟ مش انا وحش وعايزه ادمر لك مستقبلك ويصعب عليا انك تبقي مبسوطه؟ جاي اشرب حاجه ساقعه. لا يا شيخ، ده على اساس ان مفيش حاجه ساقعه غير هنا. انا حره. حر طب معلش احنا هنقفل دلوقتي، واذا كان على الحاجه الساقعه ممكن تطلعي الاول الشارع، هتلاقي هناك كشك عم دهروج عنده حاجه ساقعه عليها اوفر كمان. عملت ايه في البروجكت؟ سقطتهم كلهم. عادي، يومين 3 بالكتير وهترجعي تديهم الدرجات النهائيه. انا مجنونه واعملها بجد. مش عاوز تعرف انا عملت ايه مع سامح؟ عارف. ما هو على فكره هو مش مناسب ليا خالص، انا لا بحب مرسى علم ولا الاماكن المهجوره دي، انا عايزه زحمه ودوشه وناس. تفتكر اكلمه بالليل واقول له ان انا مسافره؟ ولا استنى لما هو يكلمني؟ تفتكر هو ممكن ما يكلمنيش اصلا؟ انت مجنونه بجد على فكره، وعشان كده هطلب لك حاجه ساقعه.